الحلقة رقم 35 من بسمة عمل، الحرب الباردة في المكتب. حلقة مهمة جدا وبنشوفها يوميا في مكاتب كتير. الشغل فيها ما بيوقفش بسبب السوق البيزنس عموما أو الإدارة، لكن بسبب حاجة تانية خالص، الحرب الباردة بين الموظفين. احكي لك بقى على مروة ونهى، اتنين شغالين في نفس الفريق. في الأول كانوا صحاب جدا، لكن خلاف صغير على توزيع المهام بينهم قلب العلاقة كلها. من بعدها كل واحدة بتحاول تطلع التانية غلط قدام المدير. الشغل يتأخر لأنهم مش بيتبادلوا المعلومات بينهم بين بعض. الفريق كله بدأ يتأثر، وبقى في جو من الشك والغيبة والنميمة وكمان التلقيح. المدير حاول يتدخل، لكن كل واحدة كانت شايفة إن التانية هي المشكلة، والنتيجة الإدارة قررت تفصل الاتنين. تخيل، مش عشان الكفاءة لكن عشان السم اللي انتشر في الفريق. ودي رسالة مهمة جدا لنا كلنا. المشاكل الشخصية بينك وبين زمايلك لو دخلت الشغل انتوا الاتنين هتخسروا، ويا سلام بقى لو كنتوا شطار. وتوصيتي ليكوا كلكوا دلوقتي، لو في خلاف مع اي زميل ليك في الشغل واجهه، اتكلم معاه، تعالى نتكلم ايه المشكلة اللي ما بيننا ونحلها قبل ما الخلاف يكبر. فرق بين الخلاف الشخصي والشغل. مصلحة الفريق واكل عيشك مهم. لو الموضوع اكبر منك مش عارف تحله، مش عارفين نوصل لكومن باك جراوند، لاتفاق، اطلب من حد يتدخل، طرف محايد احنا الاتنين بنثق فيه، قبل ما الموضوع يوصل للإدارة العليا. الخلافات الصغيرة في المكاتب ممكن تهد أكبر مؤسسة. وسؤال بقى النهاردة، سؤال، هل في حد في شغلك محتاج تصفي معاك جو قبل الخلاف ما يكبر ودوركم انتوا الاتنين؟ جاوب السؤال ده وصدقني هيدخل جوه مخك كده تفكير منطقي ومنظم عشان نحافظ على أكل عيشنا. أشوفكم في حلقة جديدة من بسمة عمل.